أثناء يعني شهور الصيف لو أنا فاكر صح. أحد مقدمي البرامج اللي بتسمي نفسها إسلامية والإسلام منها براء أظهر كارثة لإخوانه الغيورين على الدين من المسلمين، وهي إن في فيلم يهاجم النبي صلى الله عليه وسلم ويسخر منه أنتجته شركة أمريكية، وسيتم عرضه على كافة السينمات الأمريكية ابتداء من الأسبوع القادم. طبعا أنا عشان أنا كنت ساعتها أعمل بشركة جوجل، فعندي أكسس على بعض البيانات اللي غيري ما ممكن ما يبقاش شايفها، لكن اللي أنا اكتشفته إن قبل عرض البرنامج بتاع الأخ خالد، الفيديو اللي هو عبارة عن فيلم تمثيله تافه كده، عامله واحد أمريكي مفتون وحانق على الإسلام. وجزء كبير على فكرة من الحنق بتاعهم مش إن هم بيكرهونا عشان بيكرهونا وعشان معتقدنا وكلام الفارغ ده، لا ده عشان هم كرهوا إسلام المتطرفين، فبقوا شايفين إن هو ده الإسلام. ما جاتلوش فرصة أصلا يتعرف على النبي محمد ولا إنه يعرف القصص الحقيقية بتاعته، لأن هو قافل نتيجة اللي هو شايفه. ففيلم مش شايفه إلا 400 500 واحد على يوتيوب، يعني ده ومحطوط بقاله أسبوع مثلا، يعني ده خلاص ده ميت. وإذ به خلال يومين ثلاثة بقت ملايين. وطبعا الإخوة اللي مسمين نفسهم إسلاميين دول من أكتر الناس اللي شفتهم بيصدقوا الأكاذيب وبيرددوها على إنها حقيقية. فأصلا ده عبارة عن فيلم أماتور عامله راجل أماتور. وحسب الست بعد كده، لما الست اللي هي الممثلة طلعت في الإعلام، دي قالت كمان إن هو ما فهمهاش طبيعة اللي هو بيعمله. هي كانت بتعمل دور بتقول كلام وخلاص، مش فاهمة هي بتعمل إيه. يعني ما كانتش مهتمة بالمنتج النهائي، عشان هي واحدة جاية تاخد قرشين غلابة، يعني شغل غلابة. وكده كده الفيديو ما اتشافش، بس اتشاف إمتى؟ اتشاف لما واحد ساذج زي الشيخ خالد عبد الله، الله يهديه، ياخده ويعمل قصة، سواء كان هو اللي يتخيلها أو أحد الإخوة اللي بعت له الفيديو قالها له. وممكن أصلا أحد اللي إحنا مسمينه إخوة ده ما يبقاش أخ أصلا، ده يبقى حد بيلعب لعبة ما. مش بالضرورة يعني، بس ممكن. وأنا عاهدت على بعض الناس اللي بتبقى نشطاء قوي في الغيرة والدفاع عن الدين، عاهدت عليهم الكذب وترويج الأكاذيب. ولما بيكتشف بعد كده ما بيرضوش يقول عشان بس مصلحة الدعوة وما يتقالش مش كده، اللي هو مفيش أمانة في التعامل. وطبعا ربنا شديد العقاب. فكده توصل للليفل إنك تبدأ تلعب في حاجات أنت مش فاهمها. فيقوم مجموعة من الإخوة الغيورين يقرروا التظاهر أمام السفارة الأمريكية في عز ما هم نفسهم حتى كإسلاميين بيقولوا إن في مؤامرة كبيرة على الثورة. فأنا بقيت يعني اللي هو لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني وخلي بالك ده مش غيرة على أمريكا، أنا غير على أي دولة يعني عادي، بس غير على بلدي بس بالأساس، وبعد كده بشوف الباقيين. لكن أنا غير على بلدي، وغير على ثورة بلدي، وغير على سمعة أهل بلدي، لما يروحوا يجيبوا حتى مش الأعلام اللي هي مثلا البيضة بتاعت لا إله إلا الله، لا العلم الأسود بتاع القاعدة، والباشا طالع على مبنى السفارة بيعلقه. اللي هو لو اليمين الإسرائيلي المتطرف محتاج خدمة عمر، ما كانش هيتخيلك بتعملها له كده.
لإن هي مش مجرد لقطة، مش مجرد صورة، دي حاجات بيتبني عليها استراتيجيات وتصورات ممكن في النهاية تتسبب في تعطيل النصر بتاع المسلمين، اللي هو مبدئيًا إن إحنا نعرف نقف ونساعد بعض، نقف كلنا، ونبدأ نستخدم العقل في التعامل مع اللي مش مننا، ونفهم إن في موازين قوى على الأرض، وإن ربنا سبحانه وتعالى مقدّر المقادير، وهو اللي بيؤتي الملك من يشاء، وإنك لو دخلت كفرد تقرر إنك أنت هتقوم بعمل تتحمل تكلفته أمة، وأنت مش ولي الأمر، وما عندكش العلم والاطلاع والسعة المعلومات الاستخباراتية اللي بتبقى في الطبيعي عند أغلب الناس اللي بينها مصالح بتدورها مع بعضها ليها علاقة بالشعوب أو بمليارات الدولارات من المصالح أو بحاجات استراتيجية زي الغاز. لو أنت مش فاهم في الكلام ده خالص ولا تعرفه ولا تعرف تفاصيله، فويل أمه مسعر حرب. لأن أنت سواء كنت فرد أو مجموعة الإخوة اللي في كتيبة جنين، الأخ ما شاء الله عليه أبو الأسود ده النهارده طالع المكالمة اللي بينه وبين ضابط الموساد اللي أقنعه يسلم نفسه، وبيطمن في إنه عادي يعني يطمن مع بيقول له هيبقى في دخان والّا لأ. الأخ اللي كان عامل فردة وماسك البندقية عمّال عايز يضربها بالرصاص على أخوه بتاع الأمن الفلسطيني، اللي لازم غصبٍ عنه لازم يوقّفه ليه؟ علشان هو دلوقتي بيستغل. ليه بيستغل؟ عشان من قديم الأزل وأي بني آدم واعي عارف سياسة فرّق تسُد. يا إخوانا بطّلوا تتوظّفوا في لقطات بحجة الدفاع عن الدين والغيرة. ده بالعكس، ده في حاجات دفاع عن الدين وغيرة أولى بكتير وما بتتعملش، وتوجيهها يبقى في الاتجاه الصح. فليه باقول الكلام ده؟ علشان أنا دلوقتي يعني اللي هو إيه، شايف شايف حاجات كده اللي هو إيه، السوريين اللي كانوا زعلانين أوي أثناء ال14 سنة من وجود بشار، وفي نفس الوقت هم ما عندهمش المخاوف اللي عند أي حد تاني من اللي هم مش هيبقوا ممكنين في الصورة الجديدة، أو على أقل تقدير خسروا كتير من وزنهم جوه البلد. الطريقة اللي أنا باشوفهم بيتعاملوا بيها هي فيها نفس نوع العنجهية والفوقية والغرور بتاع اللي راح يرفع علم القاعدة عند السفارة الأمريكية. يعني أنت يا شاب أنت وهو، هو أنتم مش حررتوها عشان رايتكم كانت موحدة؟ خلاص احترموا قياداتكم وكل واحد يسكت. هنقول إيه ده أنتم عايزين تسكتونا هيكون الثورة. ما هو أنا باقول لك الثورة غلط أصلًا، بس مش معناه إن إحنا نسكت. يعني إيه نسكت؟ نسكت لإن أنت في الحالة دي أنت موظف دلوقتي جوه هيئة دورها شديد الخطورة والحيوية في تاريخ بلدك، تقوم أنت ضارب بالجزمة على راس أخونا العلوي اللي أنت قبضت عليه أيًا ما كان تهمته، بعد أمّا أنت اتمكنت. واحد يقول لي طب ده هم شُفتوا التانيين كانوا بيعملوا فيهم ده كان ده يا عم هم التانيين، إحنا دلوقتي بنتكلم بمزاجنا والّا بنتكلم بالهدي اللي إحنا اتعلمناه؟ الناس دي لازم يا جماعة تُستتاب بالمعنى الرحيم للاستتابة في الإسلام. ما هو أنت لو قُلت له اذهبوا فأنتم الطلقاء، وبعدين حد إيمانه ضعيف أو متطرف من اللي أنتم كنتم بتسكتوا عن تطرفهم وسطكم، راح مقرر يعمل حاجة وبقى متودِّك وبقى بيعرف يعمل، هتقعد أنت كل شوية تقول دي أحداث فردية؟
ولمّا التانيين يبدأوا يطلعوا بعد أمّا التاني يستغل. ما هو خلّي بالك، خامنئي مش هيهدى، عشان بالنسبة له خسارة دمشق دي كسرته قدّام الناس بتوع بلده، لإن هو طول الوقت بيبشّر بالنصر. وأنت ربنا سبحانه وتعالى كرمك أشد الكرم ليه؟ لإن معلش مع كل احترامي للإخوة في الهيئة، أنتم ما كنتوش هتعرفوا تعملوا اللي أنتم عملتوه ده لو ما كانش حزب الله وقع، وما كانتش إيران ضعفت، وما كانش الأوكران شاغلين الروس. بمعنى إيه؟ بمعنى إن قدّر الله ما شاء فعل، إن تدافعات وموازين القوى في الأرض مكّنتكم علشان ربنا يختبركم، والاختبار ده أشد بكتير من الاختبار اللي أنتم كنتم فيه الأول، عشان أنت لمّا بتبقى معاك القوة فتبقى أنت المسؤول، فبدل ما لمّا تمسك أخوك تورّي إخواتك العلويين إن أنت ما عندكش مشكلة وهتتعامل بالأدب، حتى لو في قلة أدب، ومش هترُد الصعب صاعين يا جاهل، وأنت مش هتلعب اللعبة الخيبانة اللي النظام بتاع بشار الأسد اللي أنت كل شوية بتقول عليه المجرم، كان بيلعبها اللي هو تخويف الناس. يعني أنت لمّا هتصوّره وأنت بتضربه بالجزمة على راسه وأنت كده بتخوّفه، طب قسمًا بالله تبقى جاهل، أنت يا بتعلّمه النفاق، يعني أنت بتكسره فتعلّمه النفاق، فهو كده بقى مخيف وبيخوّف. ولو قتلته بعد أمّا أنت اتملّكت، وزي ما قُلت لك لمّا اتملّكت 14 كيلو من أرضك الإسرائيليين أخدوها وما عرفتش حتى تبعت هناك حد أو تفتح بُقّك، يبقى أنت كده بتخرج عن الإطار بتاع هدي النبي. ليه؟ لإن بالأساس كبيركم يدوّر على كبارهم ويتجاب الشباب اللي نزلوا المظاهرات ويتعمل اجتماع قدّام الشاشة، وكبارهم يعلّموا شبابهم الأدب ويفهّموهم إن من هنا ورايح ما فيش تعاون مع الإيرانيين، عايزين تعاملوا في حاجة دينية تحت الرحب والسعة، بس هيتحرّك، هيتصاب مع الإيراني يبقى كده هو بيتآمر على البلد. الكلام ده كلام ناس كبار، إنما أنت بقى هتروح تعمل لي لقطات الكوماندوز. ما هو لقطات الكوماندوز يا شاطر أنت وهو، هي كانت فعلًا تبقى جامدة أوي لو أنت لعبت لقطة كوماندوز لمّا كان الجيش السوري مسيطر على البلد، وكان معاه الروس والإيرانيين، وكان معاه حزب الله والحشد الشعبي، لكن أنت ربنا سبحانه وتعالى كرمك أشد الكرم لدرجة إن كل أعدائك مستغربين، وكل اللي بيحبوك مستبشرين، واللي حطوك في قوائم الإرهاب بيشيلوك منها، فما ينفعش. والتحرُّك اللي هو بيعمله الأفراد بتوع الجيش في النهاية ده بيورّي إن في، مش معنى إن الجيش كُلّه كده أو إن ده رأي القيادة، بس ده بيورّي إن في عدم ضبط نَفْس، وعدم ضبط النَفْس ده هيضُر وهيعطّل، وهيفتح المجال لكل عدو إنه يشتغل. ما هو خامنئي مش بالضرورة كان عايز الناس تنزل المظاهرة دي، مش بالضرورة إن مش لازم يكون قال لهم، مش لازم، هو بس لمّا قال الكلمتين دول هو بيكلّم على الأقل بيطمّن الناس بتوعه، لهم خلال سَنة، أنا شُفت الكلمة يعني، بس بغض النظر حتى لو قال للتانيين أنت ما تحطش الجزمة على دماغه، أنت تاخد دماغه وتجيب الكبير بتاعه
وتحطه قدّام الشعب بتاعه وتورّي له قد إيه أنت متربي التربية اللي على دين محمد اللي بجد، والبني آدم ده يتوب. طب لو البني آدم ده بعد كده عمل حاجة يتجاب هو وكل اللي تستر عليه وخلاص، ما حدش هيلومك على أي حاجة، ومش محتاج تفرض قوتك الأمنية كده في أخوك المسيحي الشاب، اللي هو برضه محتاج إن أنت تتكلم معاه وتدّي له احترامه، ينزل يبدأ يتكلم عن سلاحه، وما تعملش زي إخواتنا بتوع الإخوان الله يهديهم ويسامحهم، إنك تنخدع بمظاهر القوة اللي معاك، أو تنخدع لإن أنت مثلًا أهو مورّينا إن في ناس منكم بتعرف تتمالك نفسها عند الغضب، على راسنا من فوق إخواتنا، دول إخواتنا الكبار ونتعلم منهم، بس في ناس عندكم سايقة فيها الهبل وواضح إنه عايش باللومس، احترموا نفسكم. ده الأخ اللي هو شادي ده اللي هو راح فرحان وعمّال بيدوس بالجزمة على القبر، طالع بيعمل تهديد للعلويين، اخس على تربيتك، وخلّي بالك أنت هتتكلم إنك بتقصد الشبيحة، بس أنت وغيرك جهلة مش فاهمين، لإن أنت بتقصد مين مش معناها إن واحد بيحبك هيقصد نفس الشخص، لإن كل واحد مشغّل دماغه بنظريات المؤامرة بتاعته، وممكن ناس كتير من الأبرياء في العلويين يتاخدوا في الرجلين، وممكن أنت كده تقوم فاتح الباب لأعدائك إنه تبدأ وسائل المخابرات بتاعة الدول تجند يمين وشمال، لإن اللي بيعمل كده على فكرة ما بيعملش كده لطرف واحد بس، ده بيضطروا في الآخر. ما هو التخوين ناره شديدة الفتك في الدنيا قبل الآخرة، وإنك تعيّن نفسك حاجب السماء اللي خلاص قرر إن البني آدم اللي قدامك ده فاسد، مفسد، ضال، مُضِل، لازم نخلّص عليه دلوقتي، أو لازم نهين كرامته ونضربه بالجزم قدّام الكاميرات علشان هو واللي زيه يرتدعوا. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم عايش لكان لازم يُقيم عليه الحجة. إذا كان سيدنا عبد الله بن عباس راح يكلم الخوارج اللي خارجين على سيدنا علي بن أبي طالب، بيكلمهم بالحجة والمنطق قبل أمّا يروحوا الحرب عشان يقتلوه، وكان سيدنا علي لمّا سيدنا عبد الله بن عباس استشاره، وشوف هو ده الأدب بتاع العمل المؤسسي، لو أنت عايز تبني مؤسسة فعلًا مش طابونة بيطلع فيها شاب إعلامي يزعّق ويهدد العلويين، يا سفلة، أصلك هو أنت بتهدده وبتفتح الباب في نفس الوقت إنك تجيب الخناجر اللي هتطعن بيها ضهرك، ده أنت المفروض تورّي له أخلاق الإسلام السامية، تورّي له أخلاق الإسلام السامية اللي هو بالمناسبة يستاهلها، يمكن لمّا يشوفها يفهم ويرجع لوحده، وياما حصلت مش مع علويين بالتحديد، وإحنا كده كل إنسان في طريقه لربنا، وإن لمّا بنلاقي مشكلة بتحصل ما بنحولهاش على طول للزرار الطائفي لو إحنا أصحاب قوة، ممكن هو كده مستضعف لأن هو في حالته دلوقتي شايف نفسه مستضعف، سيبك أنت شايفه إيه ده حاجة ترجع لك، بس هو شايف نفسه مستضعف، فهو لمّا يغلط الغلطة دي، ده إحنا ناخده على جنب ونوعيه ما يعملهاش تاني، ونفهمه إن في أطراف خارجية مصالحها مش متساوية معانا، وضحكوا علينا كلنا، وإن إحنا مش جايين يا إخواتنا نعمل معاكم زي ما اتعمل فينا،